الكثير من الحب في يوميات عاشق الكرة النيجيري مارسيل، الذي وجد في أجواء وروحانية شهر الصيام ألفة ليست بالجديدة. صحيح، هذه هي السنة الرابعة لي في الإمارات، ولكن أجواء رمضان مألوفة بالنسبة لي، فأنا من بلد يضم نسبة معتبرة من المسلمين، حتى أنه من المفارقات أن فترة الخدمة العسكرية قضيتها في مدينة أغلب سكانها من المسلمين، فكنت أصوم وأفطر معهم. مارسيلو يحكي لي عن الأجواء في التدريبات، وباعتباري شقيقته الكبرى أحب أن أستمع له وأن أمنحه كل الاهتمام تشجيعاً مني له للنجاح فيما يقوم به، خصوصاً وأنه يحب الكرة منذ الصغر. ورغم اختلاف الديانة، إلا أن مارسيل وعائلته يستحضرون طقوس الصيام على طريقتهم. أنا اليوم صائمة، أدرك أنه يصادف تزامنه مع شهر الصيام عند المسلمين. الصوم في كل الديانات. أنا صيامي اليوم هو نذر لله أطلب منه أن يمنحني الخير الكثير. لم يحدث أن طلب أو عرض علي أحد من الأطفال الذين أدربهم أو أولياء أمورهم أن أفطر معهم، كما أني لم أنتبه للأمر بصراحة رغم أني أرحب به. يوميات ما بعد الإفطار فضل مارسيل أن يشغل فيها وقت الأطفال الذين يتدربون عنده بدورة كروية لتطوير مهاراتهم وتحفيزهم على المنافسة. تعلمنا كرة القدم أن ننسى العرق واللون والديانة، هذا ما أحاول أن أقدمه للأطفال، طبعاً بالإضافة لتعليمهم للمنافسة الشريفة واحترام المنافس، وبالتأكيد تعلم المهارات والخطط الفنية. روحانية الشهر حفزت الأولاد على تهيئة مفاجأة سارة لمارسيل. أنا كوتش مارسيل يدربني يعني وقت كتير من 4 سنة، وأنا يعني أحبه كتير ومدرب منيح. هو مدرب منيح، وأنا جابه لي أعزمه أي يوم أعزمه على الإفطار. عندما تجتمع جمالية اللعبة الشعبية الأولى مع روحانية شهر الصيام ينصهر الجميع وتختفي فيها الأعراق والأجناس ليصبح الجميع تحت مظلة واحدة هي المحبة.